بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. في معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. في حد بعت لنا بيقول انا محتاجة رأيكم. لو زوج وزوجة بقالهم 5 سنين زواج، ومعاهم طفلتين. الزوج مميزاته ان هو حنين وطيب ومؤدب، وعيوبه مش طموح، وكان قاعد من الشغل كذا سنة ومعتمد على دخل من والده، وعنده مشكلة في العلاقة الخاصة من 2 سنين. وزوجته ما كانتش بتحب تجرحه، لكن زادت بينهم المشاكل، بقى يهملها. ولما قررت تبعد عنه، أهلها وقفوا ضدها علشان فكرة الطلاق والولاد. وهي حاسة انها مظلومة نفسيا ومعنويا وجسديا، وبدأت تتعب بسبب ده. قدامها اما تاخد خطوة الانفصال والكل يشوفها انانية وبتخرب بيتها، او تبعد عنه سنة من غير طلاق، تجرب تعيش من غيره، او تكمل علشان عيالها بس، وعشان ترضي اهلها بس، وهي تعبانة. رأيكم ايه؟ أنت في بحر الظلمات. طيب، يعني احنا دلوقتي بقالنا 5 سنين عايشين مع بعض وعندنا مشاكل كتير جدا. يعني ليه وصلنا لان احنا في مشاكل نفسية ومعنوية وجسدية وكل الحاجات دي وما بنتكلمش فيها؟ يعني هي بتقول انا هي شايفة مميزات الزوج ان هو طيب وحنين ومؤدب. يعني معلش، هو طيب وحنين ومؤدب دي مش مميزات. يعني عشان بس انا صريحة معاكي، واحنا بندور على الزوج المناسب، المفروض ان دي اساسيات موجودة في كل شخص، طيب وحنين ومؤدب. يعني عشان بس يعني ما نكترش في الكلام في الحوار ده. يعني المميزات دي ممكن نلاقيها في القطة مثلا اللي احنا بنربيها عندنا في البيت. يعني عشان بس ابقى صريحة معاكي وما احبطكيش. يعني انتي لو تعاملتي مع القطة 2 3 وكده هتلاقيها طيبة وحنينة ومؤدبة وبتسمع الكلام ولطيفة وكل الحاجات دي. فطيب وحنين ومؤدب مش صفة أو مش صفات الزوج المناسب. فما تجيش تقوليلي أصل هو طيب وحنين ومؤدب، مش دي مميزاته. عيوبه بقى انت شايفة ان هو مش طموح، قاعد في البيت كذا سنة ما بيشتغلش، مش عايز يعمل حاجة لنفسه، مش عايز يجتهد. في برضو مشكلة في العلاقة الخاصة ما بينكو، انت مش عايزة تتكلمي علشان ما تجرحيهوش، فبقيتي انت جاية على نفسك كتير جدا في حاجات انت ما بتتكلميش فيها. طب ليه احنا وصلنا لهذه المرحلة؟ ليه احنا من اول ما اتجوزنا من 5 سنين ما اتكلمناش في الحاجات اللي مضايقانا دي؟ ولع دلوقتي يا ابني، أشوفها بتولع دلوقتي. يعني احنا انتظرنا لما بقى عندنا طفلتين وبناخد بالنا من الاطفال، وبنتكلم اكيد طبعا بقى في مشاكل الاطفال والبامبرز واكلهم وشربهم ومشاكلهم والكلام ده كله، ولكن احنا ما بنتكلمش مع بعض في ان انا مش عاجبني كذا فيك وانت مش عاجبك كذا فيا. انت ايه الموضوع؟ انا ايه الموضوع؟ انت كان في 5 سنين كنتي متقبلة حاجات معينة ما كانتش عاجباكي، وكمان مش عايزة تتكلمي عشان ما تجرحيهوش. بعد ال5 سنين هو كمان اهملك دلوقتي. يعني وصلنا ان احنا الحالة اللي وصلنا لها ان احنا بننحدر كمان. يعني غير ان احنا ما بنتكلمش مع بعض وما بنقولش لبعض كل الحاجات اللي مضايقانا، بقينا ننزل بالمستوى وبنرضى بان هو طيب وحنين ومؤدب، هو ده المميزات. وكمان بقينا دلوقتي لا، ده هو كمان بيهملني. طب يعني ما
انتي اللي وصلتي نفسك على فكرة لهذه المرحلة، لان احنا دلوقتي خلاص بقيتي وصلتي المرحلة، انتي بعد 5 سنين جبتي اخرك ووصلتي للتوب. فبتقولي يا اما انا اتطلق والناس تبقى شايفاني انانية وعايزة اعيش لنفسي ومش هاممني الولاد ومش هاممني الزوج ومش هاممني البيت، يا اما خلاص اجي على نفسي، ها، واعيش بقى طيب مثلا سنة لوحدي بعيد عنه، واجرب اشوف انا لو قدرت اعيش واكمل كده اكمل، وخلاص بقى اللي انا بقى كل اللي انا مش عاجبني ده ارضى بيه وامشي على كده بقى، واحس بقى ان انا مظلومة في الدنيا لغاية اما اكبر العيال واجوزهم، وبعد ما اجوزهم بقى اجي اشتكي تاني للناس واقول هو انا ضيعت حياتي هدر وعمري راح وانا ما حسيتش بيه، وعمري راح في تربية العيال، وعايزة بقى ان العيال يعوضوكي. الموضوع هيكبر على فكرة، وهو اصلا حاجات بسيطة جدا كان ممكن من اول جوازنا نحلها. لو احنا في بينا مشاكل او في بينا حاجات احنا شايفينها ان هي مش أم، انت مش بتقدر تعمل لي كذا بيبسطني، او انا مش بقدر اعمل لك كذا بيبسطك، طب ما احنا نتكلم، طب ما احنا نتكلم ونجتهد ان احنا اول باول، اول ما يبقى فيه مشكلة او يبقى فيه حاجة احنا مضايقانا ما نتكلم فيها. وبعدين مش لازم نتكلم فيها بطريقة ان انا اجيبك واقعدك واقول لك بص انت عملت كذا كذا وكذا مضايقني وانا ما ينفعش اعمل كذا. ما تكلمي بالطريقة اللي هو بيحبها عشان تعرفي توصلي له المشكلة اللي مضايقاكي. شوفي وهو بيحب انهي طريقة، يلا نقعد نعمل مع بعض، بيحب الشغل وبيحب قعدات الشغل، طب يلا تعالى نقعد نعمل ميتنج مع بعض ونقعد نتكلم، وهعمل لك القهوة والكيك انت بتحب البسكوت كذا فعملت لك البسكوت اللي انت بتحبه، وتعالى نقعد نتكلم مع بعض الكلمتين في البلكونة في الفرندا في البتاع. بيحب القعدة الرومانسية، اقعدي قعدة رومانسية واتكلمي واعملي الجو الرومانسي بالشموع بالحاجات بالمحتاجات، واتكلمي قولي ايه اللي مضايقك، انت ما عندكش طموح، طب انت هتعمل ايه، طب انت بتفكر في ايه، طب انت نفسك تعمل ايه، طب انا بفكر في كذا، طب ايه رأيك في الحاجة الفلانية، فكري معاه، قولي له افكارك ايه انت للمستقبل. يمكن يكون هو ما عندوش حاجات معينة بيفكر بيها، او مش شايف حاجة معينة بتشده للمستقبل. ممكن من كتر ما انت ما بتتكلميش معاه وانت راضية بالحياة كده، هو كمان عنده مشاكل على فكرة وممكن مش عايز يتكلم فيها، لغاية اما هو كمان وصل دلوقتي لدرجة ان هو بيهملك. فمعنى كده ان هو ممكن يكون عنده حاجة هو راخر مضايقاه وما بيتكلمش فيها عشان انت ما بتتكلميش، هو فاكر ان انت كده راضية، ولكن هو كمان ممكن يكون مش مبسوط. اقعدي امسكي ورقة وقلم كده واكتبي المشاكل اللي مضايقاكي، وشوفي اهميتهم ايه بالنسبة لك وابدأي بيه، وشوفي الطريقة اللي هو بيحبها وهو بيحب وهيقدر يستوعب منك الكلام بالطريقة دي. ها، خشي له من الطريقة اللي هو بيحبها واتكلمي معاه وافتحي معاه حوار، واسمعي منه كمان، اعرفي هو متضايق ولا مبسوط ولا زعلان ولا عامل ايه. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص، لقد حتفها المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفها المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفها. لان هو كمان بدأ يبقى في عنده رد فعل ان هو كمان بقى هاملك، يعني اهمل خلاص ان انت بقيتي حد مش هو مش مهتم بيكي خلاص، وانت كمان بدأتي تشتكي حتى بعد كل ده ان هو انت بقى يهملك يعني ومش مهتم بيكي. فالاحسن ان انت تتكلمي معاه وتديله فرصة هو كمان يتكلم معاكي عشان يقولك برضو هو متضايق من ايه، هو عايز يعمل ايه، هو ايه اللي عايز يرتبه لحياته. فقصة اللي مش طموح دي ممكن ترتبوها مع بعض وتتكلموا فيها. قصة ان هو في مشكلة في العلاقة الخاصة ما بينكم برضو اتكلموا فيها، ولو محتاجين دكتور تتكلموا معاه او دكتورة روحوا، ده مش عيب، ده مش حاجة وحشة، اتكلموا معاهم وشوفوا ان حد يفيدكم بحاجة. فدي حاجات كويسة بتساعد الزوجين ان هم يعيشوا حياة سعيدة. فمش كل حاجة حلها ان احنا نتطلق او ان انا خلاص اجي على نفسي واعيش كده بقى غصب عني
واتحمل عشان خاطر العيال واجي على نفسي واعيش حياة انا ما اتبسطتش فيها، وبعدين في الاخر احمل الولاد ان انا بقى ايه، انا بقى عشت حياتي وكرست حياتي علشانكو وانا ما عشتش حياتي، منتظرة بقى ان ولادي يعوضوني. فاحنا هنبقى كبرنا موضوع بسيط جدا كان ممكن نحله في كلمتين، ان احنا نقعد بس نتكلم مع بعض. يعني المشاكل اللي ما بين الازواج والله يعني 95% منهم تتحل بالكلام، ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، ولكن بالطريقة ان كل واحد يخش للتاني من الطريقة اللي بيحبها عشان اقدر اوصل له المشكلة اللي عندي، وهو يستوعبني ويحاول ياخد ويدي معايا لدرجة ان احنا في الاخر نوصل لحل يرضينا احنا الاتنين. So please subscribe, whatever.